مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة لأهم الأخبار أبدأها بالموجز. بشار الأسد في زيارة مفاجئة لروسيا. وفد من الإدارة الذاتية في موسكو. تركيا مستعدة لقبول الأسد في الحل السياسي مؤقتا. أوروبا وتركيا يتفقان على خطة لمواجهة تدفق اللاجئين. تشكيل لجان الإدارة الذاتية في تل أبيض. زار بشار الأسد أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو في زيارة غير معلنة هي الأولى منذ 2011 تاريخ اندلاع الثورة السورية. وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الأسد أكد لبوتين أن التدخل العسكري الروسي في سوريا حال دون توسع نطاق الإرهاب. وأكدت الوكالة السورية الرسمية سانا أن بشار الأسد أطلع بوتين على الوضع في سوريا وخطط الجيش السوري، كما شرح له سير العمليات العسكرية في سوريا. من جهته كشف بوتين عن نية روسيا في لعب دورها في سير العملية السياسية إلى جانب العمليات العسكرية المستمرة ضد الإرهاب، وذلك حسب ما جاء في موقع الكرملين الرسمي على الإنترنت. قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة عمل إلى موسكو مساء الثلاثاء، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما أعلن الكرملين الأربعاء، وذلك في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء النزاع في سوريا في 2011. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مساء أمس قام رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بزيارة عمل إلى موسكو، مضيفا أن الأسد اجتمع مع بوتين لكن من دون توضيح ما إذا كان الرئيس السوري لا يزال في موسكو الأربعاء. وكانت موسكو قد بدأت منذ 30 من أيلول سبتمبر حملة ضربات جوية في سوريا، وتساند الغارات الجوية قوات النظام السوري في عمليات برية ينفذها في مناطق عدة في 3 محافظات على الأقل منذ 7 من الشهر الحالي. زار وفد كردي من الإدارة الذاتية موسكو أمس الثلاثاء لحضور مؤتمر دولي في استضافة معهد البحوث الاستراتيجية الذي ناقش موضوع مستقبل تشكيل تحالف دولي لمكافحة الدولة الإسلامية. وتواترت الأنباء من وسائل إعلامية عديدة أن الوفد الكردي جاء بعدة مطالب منها افتتاح ممثلية لكرد سوريا في موسكو أسوة ببقية الدول، بينما لم تعلق الجهات الرسمية الروسية على هذه الأنباء ولم تنفها. قال مسؤولان كبيران في الحكومة التركية أن تركيا مستعدة لقبول انتقال سياسي في سوريا يظل بموجبه بشار الأسد في السلطة بشكل رمزي لمدة 6 أشهر قبل تنحيه. وقال أحد المسؤولين لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته: العمل على خطة لرحيل الأسد جار، يمكن أن يبقى 6 أشهر ونقبل بذلك لأنه سيكون هناك ضمان لرحيله. واستطرد: تحركنا قدما في هذه القضية لدرجة معينة مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين. لا يوجد توافق محدد في الآراء بشأن متى ستبدأ فترة 6 أشهر هذه، لكننا نعتقد أن الأمر لن يستغرق طويلا. أعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت إلى خطة عمل مشتركة مع تركيا من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وتقديم مساعدات مالية سخية لتحسين ظروف اللاجئين السوريين في تركيا. جاء الإعلان بعد قمة بين قادة الدول الاتحاد الأوروبي، كما عرض الاتحاد الأوروبي على تركيا مساعدة بقيمة محتملة 3 مليارات يورو مع احتمال تيسير إجراءات تأشيرات السفر وإحياء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مقابل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. قام وفد مجلس أعيان تل أبيض بالاشتراك مع حركة المجتمع الديمقراطي بتشكيل لجان الإدارة الذاتية في تل أبيض التي بدأت تعمل على الأرض.
وبخصوص إعلان الإدارة الذاتية قال إدريس نعسان نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية لحكومة كوباني: تأتي أهمية إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في جريس بيت الأبيض وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها الأزمة السورية للتأكيد على مصداقية والتزام القوى والأطراف الفاعلة والمشاركة فيها بالنهج الديمقراطي التشاركي. وأضاف نعسان في تصريح لشبكة ولاطي إلى أن هذا الإعلان سيحد من اتهامات الجهات والأطراف المعادية لهذا النهج، وستعري أجندات الأطراف الإقليمية التي تسعى بكل طاقاتها إلى إلباس قواتنا ومؤسساتنا لباس التهجير والتطهير الممنهج للإخوة العرب والتركمان. يذكر أن جريس بيت الأبيض ألحقت إداريا بكوباني رسميا حسب مسؤولين في الإدارة الذاتية لشبكة ولاطي إلى أجل غير مسمى. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، إلى هنا تنتهي نشرة الموجزة، قدمتها أنا هوجين هادي. طابت أوقاتكم.